بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. يا صباح الخير أو مساء الخير والسعادة والهنا والسرور وكل حاجة حلوة على كل حبايبي ومتابعيني الكرام اللي اشتركوا في قناتي واللي لسه كمان هيشتركوا. أهلا بكم بفيديو جديد. قبل ما أبدأ الفيديو بفكركم بالاشتراك في قناتي على اليوتيوب وتفعيل الجرس للكل عشان اوصلكم لحد عندكم كل جديد بقدمه ان شاء الله. النهارده هعمل معاكم فيديو مفيد جدا جدا للشعر وفوائده رهيبه للشعر والبشره والحواجب والرموش. رهيب رهيب والفوائد بتاعته مضمونه جدا جدا جدا. الصراحه انا جربته وانت عارفين انا ما بستخدمش اي حاجه غير لما اجربها على نفسي الاول. هنستخدم النهارده زيت نوى التمر. رهيب الحاجات اللي هتستخدموها معايا. احنا لو استخدمنا نوى التمر، انا عندي هنا نوى كده محمصاه وهقول لكم الطريقه. بحوشه كده وانشفه واغسله كويس جدا جدا. لو انا هستخدم نوى التمر ده مع زيت الزيتون، هنعمل الاول الحاجه الاساسيه اللي انا هعملها معاكم دلوقتي، وانتوا بعد كده اضيفوا اي زيت انتوا حابينه. يعني مثلا انا بعد ما اعمل الزيت القاعده الاولانيه اللي هي بزيت الزيتون والتمر، ممكن نضيف عليه زيت سمسم، زيت جوز الهند، في اي زيت مقوي للشعر حلو جدا جدا. بس بعد ما نعمل القاعده الاساسيه، ممكن احنا لو هنعمل زيت نوى البلح هنعمله للرموش والحواجب يبقى هنعمله بزيت الخروع، هعمله بنفس الطريقه اللي انا هعملها بيه دلوقتي. نوى التمر في القهوة، بس ما تستخدموش بكمية كبيرة لأنه فيه نسبة رصاص عالية، وممكن نستخدمه بنسبة قليلة. يعني هو بيستخدم لشرب برضو، غير ان انا اضيفه للقهوة لعلاج سكر الدم. ممكن اخد نسبة منه واعملها على مية، حلو جدا لسكر الدم. كمان هو مضاد للفيروسات، حلو جدا برضو، بس كل ده بنسبة قليلة لان زي ما قلت لكم هو فيه نسبة رصاص، فما نستخدموش بنسبة كتير يعني. لكن نستخدمه للشعر طبعا، حلو جدا لتغذية وتكثيف وتقوية الشعر، وكمان بيمنع الشيب، حلو جدا. يلا نقول على المكونات والطريقة. انا عندي هنا النوى زي ما قلت لكم، نشفته، غسلته الاول كويس جدا جدا ونشفته بالطريقة دي، وهقول لكم ازاي نحمصه. انا حمصته، ممكن تحمصيه في الفرن، ممكن كمان تحمصيه على البوتاجاز زي ما انا هعمل معاكم دلوقتي. وعندي هنا زيت الزيتون. تمام، زي ما قلنا الحاجات اللي قلت لكم عليها في الاول اللي ممكن تضيفوها بعد ما تعملوا الطريقه دي. يلا بينا عشان نحمصه. انا طبعا محمصاه بس هوريكم الطريقه. كل اخواتي وحبايبي، انا معايا طاسه هنا حطيت فيها نوى البلح بالشكل ده. هنفضل نقلب فيه واحده واحده لغايه ما يتحمص معانا ونحس ان هو كده ايه، نعرف نكسره. اول ما نعرف نكسره كده يبقى اتحمص معانا. ممكن تعملي الطريقه دي، وممكن وانت بتشتغلي في الفرن ولا حاجه تحطيه في صينيه او تحطيه على صاج الفرن وهيتحمص معاكي وهيبقى حلو جدا. كده انا وريتكم الطريقه دي. انا الصراحه حمصته على الفرن. شايفين زي ما قلت لكم لما تمسكي الواحده تتكسر معاكي حلو. انا مكسراه واحده واحده، وكمان انا هدقه شويه في الهون واطحنه عشان ما يبوظلكيش الخلاط ولا حاجه. هدقه شويه في الهون واطحنه وارجع لكم تاني اقول لكم هنكمل الفيديو مع بعض ازاي. كل اخواتي وحبايبي، انا طحنت نوى التمر بالشكل ده. شايفين الجمال؟ بصوا لما تكوني محمصاه كويس هيطلع معاكي بودر حلو خالص، وهيبقى سهل جدا جدا في الطحن كمان. انا هشيل منه كده معلقتين، هضيفهم من القهوه زي ما قلت لكم، ما نضيفش كتير. احنا ممكن نحط معلقتين بس على كيس كبير. وكمان هشيل معلقتين تاني هعملهم بقى مع زيت الخروع للرموش، حلو جدا جدا. وساعات انا كمان بضيفه مع الكحل بيبقى حلو برضو، بس انا بعمل الكحل بطريقه مختلفه جدا. ان شاء الله انا عملته معاكم قبل كده، بس هحاول اعمله معاكم مره تاني لانه سهل جدا وبسيط، وفي نفس الوقت مش هتحتاجي ولا مسكره ولا اي حاجه. الكحل ده بيغنيكي عن المسكره لانه بيطول الرموش وحلو جدا. طيب نرجع لموضوعنا. عندنا هنا نوى التمر. انا زي ما قلت لكم هشيل الجزء ده اللي انا هستخدمه للرموش واستخدمه مع القهوه، واخد الجزء ده. عندك برطمان، عندك الحاجه اللي بتعملي فيها. انا بعمل هنا عشان انا جربت البرطمان قبل كده بيسخن مع الميه فبيبوظ بسرعه. يعني بستخدم العلبه الستانلس دي، هحط فيها هنا نوى التمر. جربوه يا جماعه، حلو جدا جدا للشعر ومفيد كده. تمام، هحط عليه هنا الزيت زي ما قلت انا هستخدمه للشعر
هحط زيت زيتون، وممكن بعد كده زي ما قلت لكم هضيف زيت جوز الهند او زيت السمسم. تمام كده تمام. هنقلبه بالشكل ده. في ناس بتحطه على البارد، يعني زي ما انا عملت كده، وتقفل عليه وتقعد يقعد معاها 15 ل 20 يوم وتستخدمه. انا هستخدم حمام ميه بيطلع كل الحاجات زي ما قلت لكم اللي فيه، تخلي الزيت بيطلع كله منه بالشكل ده. تمام كده تمام. هقفل عليه. يلا نروح على البوتاجاز نحطه على حمام ميه. كل اخواتي وحبايبي، انا حطيت حله هنا، حطيت فيها ميه، هحط فيها البرطمان. انا طبعا معليه النار لغايه الميه ما تغلي، وبعد كده ههدي النار، احطه على يعني كده حوالي نص ساعه او تلت ساعه لغايه ما يطلع كل الزيت اللي فيه، وبعدين نرجع مع بعض نكمل الفيديو. كل اخواتي وحبايبي صلوا على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. انا خلصت زيت نوى التمر بالشكل ده، حطيته نص ساعة على البوتاجاز على نار هادية جدا جدا لغاية ما اخد وقته. هنيجي نصفيه مع بعض ونقول طريقة الاستخدام. هنقلبه الاول كده. شايفين اللون؟ لسه كمان لما يتصفى كل الفايدة بتاعته نزلت في الزيت. وزي ما قلتلك بعد ما تصفي حط الزيت اللي انت عايزاه. قلنا على نوع الزيوت، زيت سمسم، زيت جوز هند، اي زيت مغذي للشعر ممكن تضيفيه بعد ما تعملي القاعده الاساسيه للزيت كده بالشكل ده. تمام تمام. هنجيب اي حاجه هنا نصفي بيها. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن كمان تصفي بقماشه، بس انا عندي المصفى دي عيونها ضيقه ما بتخليش حاجه تنفد خالص فيه. هندوس على الزيت كده لغايه ما نصفيه خالص بالشكل ده. طبعا خساره لان احنا عاملين شويه حلوين. شايفين هنا كل الترسبات طلعت، وهنا الزيت عندي باللون ده كده بالشكل ده اهو. ليه؟ طبعا عشان احنا عاملين كميه حلوه. انت ممكن تقللي الكميه، انا عامله كميه حلوه عشان اعملها بالمره يعني. بس كده كده الزيت معايا بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. اخدت الزيت اللي على الوش وسبت الترسبات، هصفيها تاني. اخواتي وحبايبي ده زيت نوى التمر بالشكل ده. كل اللي خرج منه هصفيه بقماشه تاني. الترسبات اللي طلعت هصفيها بقماشه واحطها كمان هستخدمها. طريقه الاستخدام زي ما قلت لك، هتضيفي الزيوت اللي انت عايزاها او انت هتستخدميه زي ما هو كده. هتاخدي منه بالشكل ده. شايفين اللون؟ نوى التمر كتير فمديني كميه حلوه جدا. هتاخدي بالشكل ده وتدعكي فروه الشعر، وبعدين تحطي عليها بونيه او كيس بلاستيك وتسيبيها 3 4 ساعات وتغسلي شعرك عادي جدا. ممكن تكرري الموضوع ده 3 مرات في الاسبوع، وتقعدي بقى تدعكي فروه الشعر كويس لغايه ما تحفزيها وتنشطيها، وان شاء الله هتلاقي نتيجه هايله. هتلاقي كده بعد شهر هتلاقي كده البيبي هير بتاع الشعر طالع وبيكثف الشعر، وروعه زي ما قلت لك للحواجب بس باستخدام زيت الخروع، والرموش باستخدام زيت الخروع. استخدميه حلو جدا وحاجه رخيصه وبنرميها لكن احنا هنستفاد بيها. لو عجبك الفيديو وعجبتك الطريقه، لايك للفيديو، اشتراك في القناه، فعلوا الجرس للكل عشان يوصلكم مني كل جديد. نتقابل في فيديو جديد على خير ان شاء الله.